وافقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على التيك توكر والمطرب الشهير كروان مشاكل بعد اشتراكه مع الإعلامية أنجي حمادي بس مقاطع فيديو مخلة ومنافية للآداب العامة. تقولها بعلو الصوت، أنا معايا قسيمة ومتجوزاه جوزها، هاتي بقى امضة كروان وقولوا لنا اسمه بالكامل. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط التيك توكر خلال اختفائه في محافظة سوهاج جنوب البلاد، وجرى ترحيله ونقله لمحافظة القاهرة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده. شاور قلبي وناداني خدني ورحت معاه وداني وفي الإطار عينه قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس الإعلامية أنجي حمادي 15 يوما على ذمة التحقيقات. وحاولت الإعلامية خلال القبض عليها الانتحار بقطع شرايين يدها، وتم إنقاذها ومنعها من تنفيذ محاولة إنهاء حياتها. كما أقرت سماحة المعروفة باسم أنجي حمادي المذيعة المغمورة في التحقيقات عن دور المدعو أحمد عا وشهرته كروان بمعاونتها بعمل مقاطع معها وبث مباشر ونشر تلك المقاطع للتحصيل على أكبر عدد من المشاهدات والمتابعين من خلال الهواتف المحمولة المضبوطة، والتي تستخدم في بث تلك الفيديوهات والمقاطع المرئية والمسيئة والمنافية للآداب العامة. وأضافت التحريات أن التيك توكر كروان مشاكل اختبأ في منزل خالته شادية في قرية عرب بخواج بمركز طهطة محافظة سوهاج، وبتفتيش المنزل تبين وجوده بداخله وألقي القبض عليه. وشكلت مباحث طهطة فريق بحث نجح في إلقاء القبض على كروان مشاكل صاحب الفيديو المطبخ رفقة المذيعة المغمورة أنجي حمادي في وضع منافي للآداب.